ازيكم يا اصحاب عاملين ايه؟ فيلمنا بيحكي عن لاعب سله عالمي فجاه بيلاقي نفسه في عالم الكرتون وبيحاول طول الوقت انه يخرج من العالم ده وبيرجع للعالم الطبيعي. بيبدا الفيلم بمشهد مع ولد صغير اسمه ليبرون ووالدته غوروليا، وبيكونوا واقفين قدام النادي اللي بيلعب فيه ليبرون كره السله، وبنعرف ان هو عنده ماتش دلوقتي وان والدته مش هتكون معاه في الماتش ده، وبتفضل تتاسف له وان هي لو عليها نفسها تحضر الماتش معاه تشجعه، وبتسلم على ليبرون وبتسيبه وتمشي. وبيدخل ليبرون للنادي، بيوصل مالك صاحب ليبرون وبيكون اشترى لعبه جديده وبيجري علشان يوريها له، وبيفضل ليبرون قاعد بيلعب على اللعبه دي وبينسى الماتش لحد ما الكابتن بيجي وبيزعق له علشان يقوم يجهز للماتش. وبيبدا الماتش وبيلعب ليبرون قدام الفريق التاني، بس فريقه بيخسر. وبعد الماتش بنشوفه وهو واقف مع الكابتن، والكابتن بيقول له انه عادي يخسر، بس اللي مش عادي انه خسر بسبب انه مشتت وانه حاسس ان ليبرون مش كويس، وبينصحه انه بعد كده لما يكون في ماتش يركز علشان ما يخسرش تاني. وبيفكره انه من قبل الماتش ما كانش مركز وكان بيلعب على الاتاري اللي كان جايبها مالك وان ده اللي خسره. وبيفضل كمان يقول له ان هو اشطر لاعب سله دربه في حياته وانه لازم يركز في الموهبه اللي عنده علشان يكون حاجه كويسه في المستقبل ولاعب مشهور. وبيكبر ليبرون وبنشوف انه بقى اهم لاعب كره سله فعلا، وبيكون على مدار كذا سنه اغلى لاعب عالميا، وبيتحول ليبرون للاعب ناجح ومشهور مفيش حد ما يعرفوش. وبيكون عايش في لوس انجلوس، وبنشوف في بيت ولاده دوم وداريوس، وبيكونوا واقفين في ملعب السله اللي في بيتهم وبيلعبوا زي والدهم. ولما واحد منهم بيخسر بيدخل عليهم ليبرون وبيفضل ينصحه ويقول له نفس النصايح اللي كان بيقولها الكابتن بتاعه زمان وهو صغير، بس دوم مش بيعجبه الكلام وبيسيب الملعب وبيمشي. وبيقول لليبرون ان البني ادم ما يعرفش يكون شخص كويس الا بالشغل، وان هو ما ينفعش يستسلم. ولما دوم بيسمع كده بيرجع علشان يمرنه ابوه. وبعدين بتيجي مرات ليبرون وبتتكلم معاه عن دوم وبتقول ان هو مش محتاج انك تكون مدرب، هو محتاج اب. وبتحكي له ان دوم طور لعبه فيديو على الرغم من انه عنده 12 سنه، وان ده يعتبر نجاح ومش شرط يكون ناجح في السله. وبعد كده بنروح لكاليفورنيا وبنشوف في شركه العاب راجل بيجمع معلومات عن ليبرون، وبعد ما بيوصل لكل حاجه عنه بيعرف انه لاعب مشهور وليه معجبين كتير وعنده بيت وولاد، وبيكون موجود في سيرفر. وبنعرف ان الراجل ده هو اللي عمل شركه وورنر، وان هو اخترع تقنيه هيبهر بيها العالم كله، بس هو هيكون محتاج يستخدم ليبرون في تشغيل التقنيه دي علشان يستغل شهرته والناس كلها تسمع عنه. وبعدها بنشوف دوم وهو قاعد في اوضته وبيطور من لعبته اكتر، وبيتبعت له رساله انه اتقبل في معسكر لتعليم صناعه العاب الفيديو وتطويرها. وفجاه بيدخل ليبرون على دوم الاوضه وبيلاقيه وسط الاجهزه والحاجات اللي بيستخدمها علشان يعرف يكمل الالعاب اللي هو عملها. وبيقرر ليبرون ان يشارك دوم ويشوف اللعبه اللي هو عملها وبيلعب معاه وبيكون مبسوط جدا. ولما بيلعبوا اللعبه بتبوظ وكل الشخصيات اللي دوم بيكون اخترعها بتتمسح من الجهاز فبيتضايق، فبيقترح عليه ليبرون ان يروح معاه استديو وورنر للافلام عاليه التقنيه. ولما بيروحوا الاستديو بيكونوا محضرين لليبرون فكره ان شخصيته تدخل عالم الكرتون، وبيقنعوه انه دي فكره علشان تتصمم خدت مجهود وقت كبير، وان مفيش حد انسب من ليبرون علشان يشارك في الموضوع ده بسبب شهرته وعدد الناس اللي بتحبه. وبيكون ليبرون معاه دوم ومالك والاتنين بيكونوا متحمسين قوي للفكره، بس ليبرون بيرفض وبيقول ان السله عنده اهم من اي حاجه. ولما بيتدخل دوم في الكلام وبيسال عن معلومات الفكره دي، حد من المهندسين اللي شغالين في الاستوديو بيساله ان ازاي هو بيعرف عن الافكتور دي وبيتناقش فيها، فبيقول دوم ان هو بيعمل العاب وبيطورها وان هو هيروح معسكر لتصنيع الالعاب. وليبرون بيتفاجئ بموضوع المعسكر ده وبيقول لدوم انه مش هيروح لانه عنده معسكر سله، بس دوم بيقول له انه مش هيروح المعسكر ده وبيسيبه ويمشي. وبيقوم ليبرون يجري ورا دوم وبيفضلوا يتخانقوا وهم ماشيين في المبنى اللي في الاستوديو لحد ما دوم بيوصل لمكان شكله غريب مليان اجهزه شكلها مش معروف. واول ما بيقرب على الباب بيتفتح له وبيكون ليبرون جاي وراه. اول ما بيدخلوا المكان ده بتظهر ليهم حاجه وبتسحبهم لعالم افتراضي، وليبرون ودوم بيكونوا خايفين ومش فاهمين حاجه. وفجاه بيظهر لهم راجل وبيقول ان ملك الايقاع، وبيعرفهم على المكان اللي هم واقفين فيه وبيقول لهم ان هو سيرفر. وفجاه هما بيتكلموا دوم بيختفي، واول ما ليبرون ما بيلاقوش بيتخانق مع الراجل ده، بس ملك الخوارزميه بيقول له احنا هنتفق اتفاق لو نفذته هرجع لك ابنك وهخليكوا تخرجوا مع العالم الافتراضي وترجعوا للحياه الطبيعيه تاني، انما لو ما نفذتوش هتعيش في العالم ده هنا للابد. وفي ثانيه ليبرون بيتحول لكرتون وبيلاقي العالم كله حواليه عباره عن فيلم كرتون، وبيظهر له الارنب باغز وبيتكلم معاه. وليبرون ما بيكونش مصدق وبيبداوا انهم يدخلوا في مغامرات سوا، وبيكونوا هما الاتنين بس اللي موجودين في العالم ده لوحدهم، وبيفضلوا يحاولوا انهم يلاقوا حل علشان يخرجوا منه. وبيحكي ليبرون لماغز قصته وازاي بقى موجود في عالم الكرتون ده، وماغز بيحكي له انه بسبب ملك الخوارزميات هو بقى موجود لوحده في المكان ده، وان هو مشى كل اصحابه واهله وخرجهم بره العالم الافتراضي. وبيكون في الوقت ده دوم مع ملك الخوارزميات، وبيفضل يقول لدوم ان ابوه هو اللي اتفق معاه انهم يلعبوا ماتش سله، وهو دلوقتي راح يجمع فريق. وبيقول ان هو عارف انه بيصمم العاب فيديو، بس دوم بيعرفوا انه كل اللي عمله باظ والشخصيات اللي صممها اتمسحت كلها بسبب غلطه حصلت، بس ملك الخوارزميه بيقول ان هنا يقدر يشغلها تاني وبكل سهوله. وبيكونوا في الوقت ده ليبرون وماغز بيخططوا علشان يكونوا فريق، وليبرون بيكون عمال يتفرج على العالم من حواليه وبيقول يا ريت دوم كان موجود معايا علشان يشوف العالم ويتعرف عليه. وبيروح ليبرون وماغز علشان يبداوا يكونوا الفريق، وبيكونوا الفريق فعلا بعد تحديات كتير، والفريق بيكون متكون من كل الشخصيات الكرتونيه المشهوره. وبيعترض ليبرون انه معظمهم قصيرين، بس ماغز بيقنعه انهم هيكسبوا، وبيبدا ليبرون يدربهم. وبعد شويه وقت بيكونوا كلهم جاهزين انهم يلعبوا الماتش. وفي العالم الحقيقي بنلاقي مالك وهو رايح يبلغ البوليس ان ليبرون وابنه دوم اختفوا، وبتكون مرات ليبرون هي اللي
اللي بعت مالك يدور عليه، بس محدش بيعرف يوصل له. وفي العالم الافتراضي بنشوف ملك الخوارزميه هو بيحول دوم للاعب سله محترف علشان ينافس ليبرون ويكسبه، ويخلي ليبرون يعيش طول عمره في العالم ده. وبيروح الملك ده لليبرون وفريقه وبيحولهم كلهم من شخصيات كرتونيه لشخصيات حقيقيه، وليبرون بيرجع بني ادم تكون ما يكونش مصدق نفسه، وبيسالوا على ابنه دوم. وبعدها ملك الخوارزميه بيكون مكون فريق من الناس الحقيقيه علشان يبقوا فريق دوم، وبيجيبوا من الارض للعالم بتاعه، وبيتجمعوا كل الكائنات اللي في العالم الافتراضي علشان يتفرجوا على الماتش. وفي الوقت ده بتكون مرات ليبرون بتدور عليه، وبتكون عامله لليبرون جهاز تتبع، فبيظهر لها انه مكانه في الاستوديو، وبتروح الاستوديو هي ومالك علشان يدوروا عليه. ولما بيوصلوا الملك بيدخلهم للعالم الافتراضي علشان يتفرجوا على ماتش ليبرون، وبيبدا الماتش فعلا، وبيكون كل الكائنات اللي في الكرتون ومرات ليبرون حاضرين علشان يتفرجوا. وبيتكلم الملك وبيقول لكل الموجودين ان لو فريق ليبرون هو اللي فاز هيرجعهم كلهم للعالم الطبيعي، ولو فريق هو اللي فاز فيفضلوا كلهم في العالم الافتراضي طول عمرهم. وبنلاقي ان فريق دوم عباره عن كائنات عندها قوه خارقه مختلفه، اللي بالنار واللي بالتلج واللي بيعرف يطير. وهيكون من الصعب ان فريق ليبرون هو اللي يكسب لانهم كائنات صغيره وشخصيات كرتونيه بطه وارنب وكلب. واول ما الماتش بيكون هيبتدي وليبرون بيشوف دوم هو شكله متغير، وبيعرف ان السبب في تغيير دوم هو الملك. بيتكلم معاه وبيحذره ان اللي بيحصل ده هيأذيهم كلهم، وان الملك بيعمل كده علشان يحبسهم طول عمرهم في العالم ده. بس دوم ما بيكونش مقتنع بكلام ليبرون وبيروح علشان يبداوا الماتش. ولما بيبدا بنعرف ان مستحيل ليبرون وفرقته هم اللي ممكن يكسبوا، لان الملك بيكون مجهز فريقه بقوات خارقه تخليهم يعرفوا يطيروا ويسجلوا كور كتير بكل سهوله. ومرات ليبرون بتوصي انه يكسب علشان يرجعوا للعالم الحقيقي تاني، وبتكون خايفه على ابنها. والماتش بيكون طبعا لصالح فريق دوم علشان هم اقوى واسرع، وبيسجلوا حوالي 16 كره في اول كام دقيقه من الماتش. وبعد شويه من الماتش بيدخل الملك شخصيه لاعب جديده للفريق، وبيكون اسمه كرونوس. وبيكون واضح ان كرونوس ده بيكون قوي وسريع جدا، وبيقلب الماتش، وبيكون عنده قدره انه يتحكم في الوقت واي كائنات حواليه. وبيخلص الشوط الاول وفريق دوم هو اللي بيكون كسبان. بس فريق ليبرون بينضم له لاعب جديد اسمه مايكل جوردن، اللي بيكون طوله مترين. ولما بيدخل عليهم بيكونوا مفكرين ان اللي جاي مايكل جوردن اللاعب المشهور، بس بيطلع ممثل ومش بيدخلوا الفريق. وبيكونوا يئسوا انهم يكسبوا، بس ليبرون بيشجعهم وبيطلب من ماغز ان يعمل خطه جديده. وبيبدا الشوط الثاني بحماس علشان بيكونوا عملوا خطه جديده فعلا، والخطه بتنجح وبيعرفوا يسيطروا على الماتش وبيدخلوا اجوان. والملك فريقه ما بيكونوش عارفين يخسروه، وما بيعرفوش يسيطروا على فريق ليبرون اللي كان بيكسب نقطه مع كل ثانيه بتعدي. وبيفضل الماتش قوي بينهم لحد ما تاني شوط بيخلص، وبيكونوا فريق ليبرون مبسوطين وعاملين يحتفلوا، والفريق الثاني بيكون متضايق. والملك بيفضل يقول لدوم انه يستخدم عقله علشان يكسب. ولما بيحس ان دوم مش ناوي يعمل حاجه علشان يخلي فريقه يكسب، وبيكون حاسس انه فخور بليبرون وبعد ما شافه ناجح وبيكسب، الملك بيتعصب وبيتخانق مع دوم، وبيقول ان ليبرون كان عنده حق لما ما كانش بيوافق ان يعمل الالعاب اللي كان بيخترعها، وان هو اللي هيفضل فاشل. وفي وسط كل الاحتفالات اللي بيكون الفريق التاني بيحتفلها، ليبرون ما بيكونش مركز غير مع حاجه واحده بس، وهي دوم ابنه. وبيقول لفريقه ان هو هيروح يكمل لعب علشان يرجع دوم. وبيبدا الشوط وبيقف ليبرون في وسط الماتش قدام كل الناس علشان يتكلم مع ابنه ويحاول يرجعه، وبيقول له ان هو بيلعب بطريقه محترفه، وبيتاسف له انه كان بيزعق له ساعات، وبيفهمه ان هو بيحبه، وبعد كده مش هيطلب منه انه يلعب سله غير لو هو عايز، وبيديله حريه الاختيار انه لو عايز يختار الالعاب اللي بيحبها انه يكمل فيها عادي. ودوم ما بيكونش مصدق ان ليبرون اخيرا فهمه، وانه بقى بيتكلم معاه بالاسلوب اللي دوم كان بيتمناه. فبيحضن ليبرون وبيقول له ان هو بيحبه، وبيروح دوم لفريق ليبرون وبيسيب فريق الملك. ولما ملك بيشوف كده بيهدده ان هو كده هيخسروا كل حاجه، لان كده فريق ليبرون هيخسر. وبيبداوا الشوط اللي بعد كده، وفي ثانيه الملك بيحول نفسه الراجل عملاق وضخم علشان يكون مكان دوم في الفريق ويقدر يكسب، وبيكملوا الماتش. ولما لاعب من فريق ليبرون بيسجل نقطه، الملك بيتحكم في الشبكه بيغش وبيمسح رقم النقطه دي وما بتتحسبش. وبيبداوا فريق الملك الاشرار انهم يسيطروا على الفريق الثاني ويخلوهم ما يعرفوش يلعبوا، والماتش بيكون دلوقتي فارق على نقطه تفصل بين الفريقين. ولما بيقعد ليبرون ودوم في فريقه يفكروا في حل يكسبوا بيه، ليبرون بيطمنهم ان الفرق نقطه واحده وان سهل يكسبوا. بيكون في الوقت ده الملك وفريقه بيحتفلوا وبيغيظوا فريق ليبرون، وفجاه دوم بيجيله فكره يكسبوا بيها، ويقول لليبرون ان حركاته اللي عملها في اول الماتش دي جمدت حركات اي حد بيلعب قدامه، وان هو لو مشي بالطريقه دي في اللعب الخوارزميه اللي في اللعبه هتكون تحت السيطره، وان ده لو حصل الملك مش هيعرف يسيطر عليهم هم، وهيقدروا يسجلوا نقط كتير وبكده يكسبوا الماتش. بس دوم بينكد عليهم وبيقول لهم انه افتكر ان الخطه دي مش هتنجح، علشان اي حد هيفكر هيرجع لشخصيته هيتمسح من العالم ده. وده اللي حصل مع دوم نفسه لما الملك كان بيحوله علشان يجهزوا للماتش. بس ليبرون بيقول له انه هيعمل الخطه دي وان هو شخصيته مش هتتمسح لانه مش شخصيه افتراضيه. ولما دوم بيقول له لا وانه مش هيعمل كده، ليبرون بيصمم علشان يكسبوا ويرجعوا لعالم تاني. سباغز اللي هو بيضحي بنفسه علشان ليبرون، وهو اللي بيرجع شخصيته علشان يساعدهم يكسبوا، وليبرون ما بيتأذيش. وبيقوموا يجهزوا نفسهم علشان يكملوا باقي الماتش، وبيسجل ليبرون النقطه اللي كسبت فريقه. اللي ساعدهم دوم لما لقى ان الملك بيغش ومصمم ان هو اللي يكسب،
بس ما بيكسبش في الاخر، وفي ثانيه كل حاجه في العالم بتتحول بعد ما ليبرون بيكسب. الفريق اللي معاه كله رجعت لهم شخصياتهم الحقيقيه، والناس طلعوا للعالم الحقيقي، وكل ده بسبب ليبرون وفريقه. والكل بيكون عمال يندى باسم ليبرون وبيشكروه انه هيرجعهم لمكانهم تاني، بس باغز بيكون هيتمسح بسبب ان هو اللي رجع شخصيته، ودوم كان محذرهم من كده ومحدش سمع كلامه. ولما بيطلعوا ليبرون ودوم وبيلاقي نفسهم في الاستوديو اللي الملك سحبهم منه للعالم الافتراضي، بيجري عليهم مرات ليبرون وبنته وابنه الكبير ومالك صاحبه، وبيكونوا كلهم فرحانين جدا. وبنلاقي بعد كده دوم وهو رايح مع ليبرون علشان يحضر معسكر كرة السلة. بس المفاجأة اللي بتحصل ان اول ما ليبرون ودوم بيوصلوا، دوم بيكتشف ان هو في معسكر تعليم اختراع العاب الفيديو، وما بيكونش دوم مصدق انه اخيرا حقق حلمه ويعمل الحاجة اللي هو بيحبها، وبيشكر ليبرون وبيروح للمعسكر وبيكون ماسك في ايده كرة السلة. بيندى عليه ليبرون وبيقوله ان هي ما بقاش ليها لازمة دلوقتي لانه داخل معسكر الالعاب، بس دوم بيقوله ان هو يحتفظ بيها، وبيستغرب ليبرون وبيكون مبسوط جدا. وفجأة ليبرون وهو واقف في الشارع بيلاقي ماغز واقف جنبه، وبيكتشف ان هو ما ماتش، وبيقول ماغد لليبرون ان هو مش لوحده وان هو معاه باقي الفريق كله وجايين علشان يشوفوه بيخلص في المنى. وبنعرف ان ليبرون كان يستحق انه يبقى لاعب عالمي ومشهور، علشان لولا انه شاطر في السله كانش هيعرف يكسب الماتش ويرجع للعالم الطبيعي تاني. وبينتهي فيلمنا النهارده، مع السلامه.